تخيل ان كان في مدينه كامله غرقانه تحت الاسكندريه ومحدش كان يعرف انها موجوده اصلا، واسمها مدينه زونيس او مدينه هيراكليون. ما تستغربوش، هي كان لها اسمين فعلا، اسم يوناني واسم فرعوني، وده لوحده يوريك قد ايه دي كانت مدينه قويه. ده اقوى حضارتين عرفهم التاريخ يتكلموا عنها. المدينه دي اتذكرت في كتاب المؤرخ الاغريقي هيرودوت، ولكن العلماء افتكروا انها مجرد اسطوره لحد سنه 2000 لما عالم الاثار الفرنسي فرانك جيديو اكتشفها في البحر المتوسط على سواحل الاسكندريه. بس المفاجاه انهم لقوا تماثيل ضخمه وسفن غرقانه وكنوز كتير جدا ما اتخدش منها اي حاجه. الغواصين وقتها قالوا ان هم كانهم دخلوا كبسوله زمنيه رجعتهم 2726 سنه لورا. وما تستغربوش من دقة الرقم، ده تاريخ إنشائها، يعني هي أقدم من اسكندرية ب 400 سنة. وعلى فكرة دي كانت مدينة مهمة جدا، دي كانت ميناء مصر الأول، وكانت مليانة قصور وأسواق كبيرة وسفن كتير راسية فيها. بس كل ده اتهد بسبب الكوارث الطبيعية زي التسونامي وكمان الزلازل. ده غير إنها كانت معمولة على الأرض رطبة، وده خلاها لما تغرق تنزل لحد 10 امتار تحت البحر. على فكره انا عارف السؤال اللي جه في بالكم دلوقتي، هل ينفع نزور المدينه دي؟ الاجابه طبعا ينفع. امال متحف اسكندريه القومي ومتحف اليوناني الروماني بيعملوا ايه؟ ولو لسه ما رحتوش المتاحف دي بجد انتوا فايتكم كتير جدا. بس السؤال هنا، هل تفتكروا في مدن تانية مخفيه تحت البحر؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا اسرار اخطر من كده.